المرحوم الشيخ البهائي رحمة الله عليه أرجع يقول بعد 10 سنين دخلت في سوق اصفهان، شفت واحد من التجار ركض من المحل ماله واجى قبل ايدي سلم علي، قلت عليكم السلام. طبعا التجار انذاك كان لهم ملابس خاصه ومبين انه تاجر على كل يوم. قبل ايدي قال شيخنا تعرفني؟ قلت له لا. قال تذكر 10 سنين قبل في مسجد الجمعه واحد رمى نفسه من فوق؟ قلت له ايه. قال انا هذاك. جزاك الله خير، انت اعطيتني دعاء ورب العالمين فرج علي. الله يرحم الشيخ البهائي يقول قلت له كيف؟ باختصار قال انا كنت قاعد في سرداب بيتي فقير مديون جوعان، اقرا هذا الدعاء اللي انت علمتني، واذا بي هاي الدنيا اخواني الله مسبب الاسباب ويرزقه من حيث لا يحتسب، هاي واحده من عندهم. يقول فد مره شفت من ثقب في الحائط خرجت فاره، قاعد الفاره هيك تنظر الي، الفاره هيك تنظر الي. I had a mouse doo-doo-doo. قلت للفاره كش. الفاره راحت ولكن اسقطت من فمها ليره ذهب. الليره الذهبيه هاي كانت تكفيني الى شهر. الحمد لله جزاك الله خير يا شيخ بهاء الدين العامري. الفاره راحت، انا قاعد الحمد لله حصلنا فلوس راح اقضي ديوني. يقول طلعت الفاره مره ثانيه. So soft and cuddly, I had a mouse doo-doo-doo. He went to bite. هم جلست هيك تنظر الي. ايضا انا كشيت الفاره اسقطت ليره ثانيه، راحت طلعت ثالثه، راحت طلعت رابعه خامسه سادسه، الى ان حصلت 45 ليره ذهب بفلوس ذاك اليوم، مبلغ جدا قوي. يقول ايضا راحت الفاره بعد 45 ليره اجت وبفمها كان كيس خالي، رادت تبين لي انه ترى الكنز انتهى بعد ما الكيس خالي. الله ممكن يعطي الانسان عن طريق